اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه تجارب حقيقيه على اليوتيوب او الفيسبوك، الاتنين واحد. والنهارده تجاربنا من المتابعين على فيسبوك ومشتركينا على يوتيوب. والنهارده انا هسمي الحلقه تجارب من مشتركيني لا تصدق. هناخد اول تجربه معانا. دعاء من اسكندريه بتقول يا مرعب، اللي هقوله لك ده ربنا اللي شاهد عليه. انا حصل معايا اكتر من حاجه في الكليه طول ما انا كنت موجوده في الكليه بتاعتي او في الجامعه. يعني يا مرعب اللي حصل معايا مرعب ان دايما على طول باستمرار وانا في الحمام في البيت او في الجامعه بتاعتي كنت بحس ان في حد بيبقى موجود معايا. يعني كنت بحس ان انا جنبيا شخص في الحمام في البيت او في الكليه. اصلا احاول ان انا مثلا اتخيل، لدرجه ان انا قبل كده دخلت اصلا الحمام والنور مطفي، كسلت بالعربي كنت صاحي من النوم، فالمهم كسلت ان انا اشغل النور وكده، وقلت دخلت على طول كده. عندنا برضو الاوضه بتبقى كويسه بتاعت الصاله وعاطيه نور للحمام فمش ضلمه للدرجه دي، فدخلت عادي وقمت عملت حمام. وببص في المرايه فجاه لقيت حاجه مرعبه ورايا في المرايه، اقسم بالله يا مرعب. بص في المرايه لقيت حد وشه مسلوخ وشعره نازل على وشه بطريقه بشعه واسنانه طالعه لبره وطويله اللي في النص يا مرعب. وسبحان الله على قد ما الحمام كان ضلمه كان وشه وملامح وشه باينه. ركزت في كل حاجه، فجاه سمعت اصوات حواليا كتير زي صوت سرينه وناس بتصوت وحاجات كتير قوي مرعبه، والنور ينور بتاع الحمام يطفي. تاني يوم لقيت نفسي مغمى عليا في الحمام. ماما بتصحيني بتقول لي نايمه هنا ليه؟ بقول لها يا ماما حصل معايا 1 2 3. قالت لي انا لازم اجيب شيخ في البيت. يعني انت في الكليه وفي البيت مالك يا بنت؟ انت هتتجنني ولا ايه؟ انا خايفه لما يكون معمول لك سحر عشان انت متفوقه في الكليه واصحابك غيرانين منك وده وده. انا لازم اجيب لك شيخ. وفعلا ماما تجيب لي الشيخ، والشيخ يقول لها لا مفيش اي حاجه، بس هي عندها جن عاشق، معاشقها جن عاشق. ودي يا مرعب كانت كل تجربتي اللي انا حبيت اعرفها ليك والناس اللي هتشوفنا، وارجو ترد عليا. والله يا اختي انا هسيب الناس هي اللي ترد على التجربه حقيقيه او غير حقيقيه، وهم برضو اللي هيفسروا لك في الكومنتات اللي حصل معاكي ايه. ويلا عشان ما نضيعش وقت ناخد التجربه اللي بعديها. التجربه اللي معانا دلوقتي محمد من كفر الشيخ. محمد بيقول لي انا كنت شغال نقاش والحمد لله صنايعي من اللي بيتعدوا على الصوابع من اللي قلبك يحبهم. المهم كنت رايح شغال في الشقه ده قبل كده كان فيها حريقه وكلام من ده، فهي عماره بتستاجر وكلام من ده. والكلام ده العماره دي كانت في الفيوم على فكره. الحمد لله يعني انا كنت مسمح في كل مكان بنزل شغل. فالمهم بدانا شغل. الشقه دي كانت يعني غريبه ومش مريحه خالص يا مرعب. اول ما دخلت الشقه حسيت ان فيها ريحه مش كويسه مقرفه، على قد ما هي مطرح الحريق المفروض يبقى فيها ريحه حريق ودخان وكلام من ده، لان الحريق كان من قريب في نفس الاسبوع يعني، وفي اثار كتير على الحيطان. بس المشكله ان كان في رموز وطلاسم وحاجات غريبه كده، ما كنتش عارف طبعا ان هي طلاسم موجوده على الحيطان في كل مكان. طبعا انا بدات عادي الشقه شغلي فيها، بدات ان انا اصنفر وان انا انزل الزيادات اللي على الحيطان ومطرح الحريق والكلام ده. ما انا هبدا ان انا انقش الشقه من اول وجديد. اول ما بدات شغل بدات في جنب في حيطه في اوضه اطفال مرسوم عليه اطفال كتير وكلام من ده. فالمهم ان انا بدات كان في رموز وحاجات بمشي الصنفره كده وعمال اصنفر. المهم فجاه لقيت ايدي حد بيكلبشها وبيضربني بالقلم جامد، بيخبطني في الارض بطريقه قوه مش موجوده بني ادم، قوه غشيمه. من صعوبه الخبطه حسيت ان انا دماغي تقلق كده ومش موزون. المهم قمت طلعت من الاوضه وبقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده. فكان معايا طبعا ولد صغير شغال معايا بيتعلم وكده وبيناولني العده والكلام ده. كنت مدخله اوضه النوم علشان خاطر ان هو مثلا يجهز العده، يحط ده على جنب وده على جنب. فالمهم عشان هنبدا شغل وطبعا في معدات وجايبين معجون معانا وده وده. فالمهم الولد ده فجاه انا ندمت عليه عشان يجيب لي شاي من الترمس اللي كان موجود. الولد بيقول لي الولد اللي جوه ما رضيش يديني الترمس. بقول له ولد مين؟ احنا لوحدنا في الشقه. قال لي لا في ولد صغير جوه ما رضيش يديني الترمس بتاع الشاي. المهم قلت للولد تعالى وريني الولد الصغير اللي جوه اللي ما رضيش يديك الترمس، تعالى. فخدته ودخلت الاوضه يا جماعه ما لقيتش حد. فبقول للولد خلاص صب الشاي وتعالى. وانا خلاص كده اتاكدت ان الشقه دي مسكونه وفيها حاجه مش كويسه بتموت اكيد. المهم استنيت الراجل لما رجع وقلت له انا مش هشتغل في الشقه دي. قال لي ليه؟ قلت له انا حصل معايا 1 2 3 ومع الولد الصغير وانا مش هينفع اقعد في الشقه دي. انا معايا ولد صغير ملزوم مني، مش مستني اجري له حاجه في شقه مسكونه. انت عارف واكيد فاهم ان انا لفيت كتير في الشغلانه دي ودخلت شقق من دي كتير، وبصراحه
بصراحه انا مش حامل الكلام ده، فبعد اذنك سيبنا نمشي واحنا مش عاوزين ولا اول شغل ولا نهايه شغل. سلام عليكم. وهي دي كانت تجربتي يا مرعب بالظبط وبالتفاصيل، اقسم بالله العظيم اللي حصل معايا الاسبوع ده كله. طيب يا اخواتنا يا مرعبين، تردوا عليه في كومنت التجربه دي حقيقيه او غير حقيقيه، وتردوا عليه لو حقيقيه برضو ايه التفسير في اللي حصل معاه وايه الشقه دي. ويلا بينا ناخد التجربه اللي بعدها، مش عاوزين نضيع وقت. قصتنا مع محمد من الفيوم، بيقول لي انا من المسله من الفيوم، وفي عندنا مستشفى طبعا دي مشرحه بالعربي، بس انا جاي اتكلم معاك ان احنا كان عندنا حد تعبان فعلا في حادثه، وكنا مضطرين نروح نتبرع له الدم في المستشفى الساعه 2 بالليل، لما كنا اخواتنا وحبايبنا واصدقائنا والكلام ده، ورحنا طالعين على المستشفى. المهم اتبرعنا بالدم والامور طيبه عادي، وراجعين من المستشفى بنقول سالنا الدكتور على حالته، قال ان شاء الله بكره الصبح هيبقى كويس وكده، واطمنا خالص. فالمهم واحنا في المستشفى حصل معانا شيء مرعب اقسم بالله العظيم. طبعا كنا في المستشفى في الدور الثالث، والمستشفى كبيره مش صغيره على فكره يا مرعب. فالمهم تهنا واحنا نازلين مع بعضنا، صحابي بيقولوا لنا نعمل ايه، خرجنا من جنب المشرحه، وبعد ما خرجنا من جنب المشرحه يا مرعب النور بدا يطفى علينا اقسم بالله العظيم في الشارع اللي في المستشفى، طريق كبير كده في المستشفى بتاع المشرحه، هناك النور بدا يطفى علينا، ونسمع اصوات في الثلاجات اللي حوالينا بتخبط اقسم بالله. فضلنا في رعب لحد ما طلعنا من الممر. فجاه لقينا شخص اسود في اسود، وشه تحس ان مكبوب عليه ميه نار، ظهروا بيقولوا انتوا رايحين فين؟ اللي بيخش هنا ما بيطلعش. كلنا انا وصحابي رجعنا جري من نفس الطريق اللي رجعنا فيه، لقينا 2 اطفال صغيرين قدامنا واحنا مرعوبين وبنجري. فجاه طلعنا على الدور اللي فوق، جري تاني رجعنا من نفس الطريق اللي حاولنا نرجع منه، تهنا في المستشفى وكنا عايشين في رعب لحد ما دكتور قال لي انتوا بتعملوا ايه وايه اللي جابكم اصلا المكان ده، وراح جاي قايل لنا تعالوا ورايا بسرعه، وخرجنا من المكان على طول. بعد كده خرجنا يا مرعب ما عرفناش ايه اللي حصل معانا ده اقسم بالله. ممكن تفصل لنا يا مرعب؟ والله هسيب المرعبين هم اللي يقولوا التجربه دي حقيقيه او غير حقيقيه. ودي نهايه حلقتنا النهارده يا جماعه، ورد عليهم في الكومنت يعني التجربه دي حقيقيه او غير حقيقيه، ولو حقيقيه ايه اللي حصل معاهم ده بالظبط. وما تنسوش تشتركوا في القناه. ودي نهايه حلقتنا النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. احلى اخوات في الكون يا مرعبين. فضلا وليس امرا تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. ولو عندك تجربه جروب على الفيسبوك تجارب حقيقيه، خش سيب تجربتك هتنزل بفيديو.